رسميا احداث وتفاصيل يوم الخميس، واقول لك كام لعبه تستلموا بكره واشرح لك التحديث بالتفصيل. في الاول ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان هترجع له مره ثانيه. اول لعبه تستلمه هتستلم ميسي الشوطيم، وهيكون في باكج فيه 30 لاعب وانت هتاخد تقريبا 21 فتحه. ثاني لعبه هيكون اوليفر كان بمهاره جديده، وهيكون بعد اسبوعين. كمان من يوم 11 ليوم 29 هيكون معاك 75 فتحه هتفتحهم في الباكج اللي قدامك ده. تعال نتكلم على الباكج اللي نازل بكره، وانا قلت لكم ان الباكج ده هيكون باكج قوي. هيكون فيه ديفيد بيكهام وكولر. طبعا ديفيد بيكهام نازل بمهارتين جامدين جدا. طبعا اللي هيكمل بيكهام هيكون كولر، فكولر نازل بمهارتين يعني الرفعه هتكون بجول. وكنا عشان تكمل لك السيناريو الجميل دوت فنزلت لك المدرب كومان، وهيكون ستايل لعبه اوت وايد، واللينك اب ليه هيكون لاعب خط وسط ومهاجم. معانا اضافه جديده وهي اضافه التحليل للمباريات، فتقدر تحلل جميع مبارياتك الاونلاين. كمان في تعديلات وتحسينات في الدفاع، فانسى موضوع بقى الشيب ثرو وخلاص كده راحت على فابيو كابيلو. من بالنسبه لاضافه البوستر العشوائي مش هيكون بطريقه عشوائيه، هيكون على حسب المركز اللي اللاعب اللي انت هتختاره. يعني مركز مثلا اي ام اف مش هيجي لك بوستر سيفنج لحارس المرمى.